السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلى على محمد كده وتعالي نشوف الفطاير السهلة البسيطة دي. ولو أول مرة تشوفوني، معاكم حبيبة منوفر مع مطبخ حبيبة. إن شاء الله السهل والبسيط والوفير عندي بإذن الله. سهلة بسيطة، ما فيهاش صعوبات، ما فيهاش لت كتير ولا عجن كتير زي ما احنا متعودين من عندي. توفير في توفير في توفير. تعال اقولك هتاكلها حادق ازاي وحلو ازاي زي ما انت شايفة. وتعالى اقولك السادة احلى واحلى. ويلا بينا نشوف مقاديرها السهلة البسيطة. مفيش اسهل ولا اصعب من انك تاكل حاجة حلوة جدا جدا جدا. ومش اسهل من ان احنا نشتغل حاجة سهلة زي اللي احنا بنعملها دي. يلا بينا نشوف المقادير السهلة. يلا بينا كده نشتغل. معانا نص كوباية مية دافية مبدئيا، ومعانا معلقة خميرة كبيرة، ومعلقة سكر او معلقتين على حسب الرغبة. وهسيبلك المقادير كلها في صندوق الوصف. طبعا معلقة لبن بودر ده اختياري او اجباري على حسب ما انت عايزة. مش اجباري ما عندكيش مفيش مشكلة. وننزل بالدقيق كده واحدة واحدة زي ما انت عارفة وزي ما انا قايلالك. المخبوز دايما بيحب العجن الكتير قوي قوي قوي. بس انا هنا عشان انت طبعا متحبيش تعجني كتير هتضيفي زي ما انا ضفت كده. بالتالي هتخبزي وقت اكبر من غير ما تقعدي تعجني كتير. انا كده ضفت كوبايتين من الدقيق، وهسيب النص للاخر خالص. طبعا هي اخدت 3/4 كوباية مية ومعلقة. 3/4 كوباية مية ومعلقة كبيرة، بلاش المعلقة الكبيرة. خلينا كده مع بعض 3/4 وتشوفي الدقيق معاكي اخباره ايه. ضفت بقى نص كوباية الباقية ومعلقتين زيت، بالظبط معلقتين زيت مش اكتر. عايز تكتري 3 معالق مفيش مشكلة، بس معلقتين زيت تمام قوي مظبوطة جدا. هبتدي اعجن فيها زي ما انتم شايفين، ما اخدتش تاني. هي 3/4 كوباية بس، طبعا زي ما احنا اتفقنا على حسب الدقيق بتاعك. هبتدي اعجن فيها كده حبة صغيرين. وبص لميت معايا والعجينة حريرية روعة، جميلة قوي قوي قوي. العجينة بصراحة حلوة جدا، تنفع على حاجات كتيرة. اي نوع فطاير انت عايزة تعمليه سهل وبسيط ووفير. يلا بينا نسيبها تخمر وتشوفي. بسم الله ما شاء الله خمرت وبقت جميلة. نديها كده بوكس ممتاز كده. ويلا بينا نروح نشكلها التشكيل اللي احنا عايزينه النهارده. الجديد عندنا ان احنا هنشكل تشكيله جديده اول مره نشوفها، بس علشان اولادنا يحبوا ياكلوا الحاجه من ايدينا. عايز تستبدلي الميه بلبن استبدليها بلبن، مفيش اي مشكله بالنسبه لي. هيطلع برضو العجين معاكي حلو، بس مش هيقعد معاكي طبعا مده اطول. ياريت يبقى في يوميها او لتاني يوم مش اكتر. هنبتدي كده فردنا العجينة، لازم تبقى مليانة شوية، ما تبقاش رفيعة خالص، تبقاش رقيقة. ونبتدي نقطعها كده بأي قطاعة عندك أو بكوباية أو بأي حاجة. يلا بينا نشوف هنشكل الفيونكة الجميلة الظريفة دي ازاي. شلت الزيادة وهبتدي بصي هنيجي من تحت كده نقطع، نفتح فتحتين ومن فوق فتحة واحدة. وهلم كده ناحية الفتحتين، ناحية الخطين. هلم ناحية الخطين هوريها لك تاني عشان تبقى سهلة بالنسبة لك. هقطع خطين جنب بعض واقطع خط واحد قصادهم زي ما انتوا شايفين كده، خطين وخط واحد قصادهم. وهلم ناحية الخطين دي. انا عملتها غلط وهرجع اصلحها تاني. هوريكي واحدة كمان، خليكي معايا. هنقطع دي كده مع بعض، هنفتح فتحتين وقطعة واحدة فوق، ونبتدي نتني ناحية الفتحتين. تمام. وهنلفها كده ونحاول بقدر الامكان ان احنا نلف الفيونكة بتاعتها لتحت قوي علشان ما تفتحش مننا. خايفة تفتح منك؟ يعني بصي نقطة مية كده وعليها هتلاقيها تمام التمام التمام، ولا هتفتح منك ولا يجرى لها اي حاجة. ولفة الفيونكة دي لازم تبقى تحت، الرباط ده لازم يبقى تحت شوية. زي ما انتوا شايفين في واحدة هناك اهي فكت، بس هو تمام التمام بصراحة. وبصراحة طعمه خطير جدا، مش مستاهل اي حاجة. بصي ما شاء الله. هسيبها بقى تخمر علشان اقدر ادخلها الفرن. مش هخمرها كتير، هسيبها حوالي 10 دقايق مش اكتر، 10 دقايق بس. تمام. زي ما حضراتكم شايفين شكلها روعة، طبعا شكلها حلو قوي قوي قوي. خمرت اهي ما شاء الله. هندخلها طبعا يكون الفرن سخن على درجة حرارة 200 او اكتر. معانا هنا الخليط ده انا بعمله بسيبه في التلاجة، بغطيه وبعينه في التلاجة. صفار بيضة وشوية لبن او لبن بس او صفار بيضة بس ومعاه شوية خل، ده كده تمام التمام. هندهن بيه كده الوش.
ونحط شوية سمسم على الرباط بتاع الفيونكة او شوية حبة البركة اللي عندك موجود، مش هتحط خالص مفيش مشكلة. بصي ما شاء الله دخلت الفرن وطلعت عسل عسل عسل، ما شاء الله جميلة جميلة جميلة. زي ما اتفقنا دخلناها الفرن على درجة حرارة عالية علشان ما تنشفش، عشان دي طبعا مش تخينة قوي، تطلع كده هشة وجميلة ولذيذة كده زي ما انتوا شايفين. بصوا ما شاء الله شكل جديد وحاجة جديدة، وكل مرة هشوف شكل جديد او حاجة عجبتني هعملها لكم. بصوا انا عايزة اوريكم من جوه عاملة ازاي. بصوا جميلة جدا 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 وهشة جدا وحلوة، وبصراحة يعني مفيش احلى من كده، منتهى الجمال ومنتهى اللذاذة ومنتهى البساطة بصراحة. اعملي لولادك كل حاجة حلوة خليهم يتبسطوا. ريحة الخبيز في البيت حلوة جدا جدا جدا، بتجيب البركة في البيت لما تكوني خابزة والفرن كده مطلع ريحة الخبيز والعجين، بصراحة جميلة جدا. انا هنا فضيت شوية نوتيلا، معلقة نوتيلا كده، وابتديت اوريك ازاي ممكن تاكلها بالحلو. ممكن تاكلها بالعسل برضو، عسل النحل، ممكن تاكلها بحاجات كتير قوي، عسل اسود اللي موجود كلي بيه والف هنا وشفا. ولو مش عايزة تاكليها سادة والله هي طعمها بصراحة خطير خطير جدا. انا الاولاد بصراحة اتبسطوا بها جدا. بصي مش قادرة اقولك على اللذيذ بتاعها بصراحة، وعايزة يعني تعالي كلي معايا منها واعمليها، واكيد اكيد انت هتعمليها احسن مني ان شاء الله، اكيد انت هتعمليها احسن مني لانك انت هتعملها بحب لاولادك. تعالي بقى اقولك هتتاكل بالحادق ازاي. وممكن لو جبنة كريمي برضو اتغمست كده حلوة، لو عندك رومي تعالى هوريكي تفتحيها من النص وتحط لها رومي ازاي. بصي هنا كمية بسم الله ما شاء الله عليها، فضيت بقى كله لانهم طبعا عمالين يزنوا على دماغي يلا يا ماما. بصي دي جميلة قوي قوي بصراحة، هي تتقدم للضيوف شكلها حلو جدا جدا. بصي يعني انت ممكن تفتحيها كده من النص وتحط لها رومي، تحط جبنة بيضة، تحط اللي انت عايزاه. بصي جميلة جميلة، تسيبي الفيونكة على بعضها كده وتاكلي وتأكلي ولادك. اعملوها عشاء، اعملوها فطار، اعملوها تقديم كده للضيوف، اعملوها بين البنين، حلوة جدا جدا جدا. بصي ومش مستاهلة اي حاجة والله، بسم الله ما شاء الله. يعني مش عارفة اقولك ايه يا رب. لو انت شايفاني لغاية دلوقتي او بتسمعيني لغاية اخر الفيديو كده، ما تنسيش لايك وشير واشتراك عشان نكبر ان شاء الله كده مع بعض. وكل اللي عنده وصفة ومش قادر يعملها او مكلفة يقول عليها وانا اعملها له بمقادير بسيطة ان شاء الله، بنوفر مع مطبخ حبيبة. واشوفكم في فيديو جديد.